وصفتنا اليوم من يقول لك على القسنطينيه يدوها في رواحهم تريده القسنطينيه. الناس القسنطينه بانوا في الكومونتير نشوفكم. قبل ما نبداو الوصفات نشاو ديروا لايك فولو وبارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم. ونبداو بلاصوص تاعنا راح نخلي لكم مقادير تاعها بالتفصيل تحت الفيديو، تبعوا الطريقه معايا. في قدره ولا كوكوطه ديروا 2 مغارف زيت ومورفه سمن، مرصوقات الدجاج تاعكم بعد ما تنظفوهم وتشبطوهم، خليهم شويه حتى تلقوا البنات تاعهم يتحمروا شوي. بعد تزيدوا لهم بصله كبيره منحيه مع 3 سنات ثوم كبار، والتوابل اللي هما ملح فلفل الكحل راس الحانوت فلفل سباغ اللي هو فلفل احمر، مغرفه كبيره طماطم تاع الباف تخليهم يتقلاو حتى يذبل شويه هذاك البصل، وزيدوا لهم 2 حبات طماطم اللي قشرتوهم وترحيوهم، وكاس حمص مشمخ خليهم يتقلاو حتى يطلعوا لي دام فوق. من بعد نمرقوهم بالماء السخون، ثاني تقطع هذاك الدجاج كي بقبق شويه، تقطعوا الخضره تاعكم. انا درت زروديه جريوات وخردل وتزيدوهم المرقه وتخليهم يطيبوا حوالي نصف ساعه. انا الخضره تاعي قطعتها بهذا الشكل باش تجيبها، تحبوا تقطعوها باي شكل بغيتو. ودرك نبداو بالتريده، يكون شيتها بالميزان من رحبه بلا ما تسموها ولا تشلوها. ديروا لها 2 مغارف كبار زيت، تخلطوها مليح بيديكم حتى يدخل الزيت مليح في التريده، وتحطوها حوالي ربع ساعه تفور. بعد التفويره اللي تشربوها بكاس من هذاك السكا تنحيوه من فوق ورشه ملح. بعد ما يطيب السكا نحي الدجاج ونحمرو في الاير فراي بشويه زبده ورشه ملح. تقدروا تحمروه في الفور برك. ودرك التريده تكون فور التفويره الاخرى. التفويره الاولى برك تدير وقت 4 ساعات، التفويره الثانيه والثالثه ما تديش الوقت. في التفويره الثالثه ندير مورفه زبده وكاس من لاصوص تاعي. كي تفور نحيها ونجمرها في برمه مع 2 بول تاع لاصوص على نار ذليله، وحركوها مره على مره تتشرب وتسربيوها، تخرج لكم هكا بعد كيما راكم تشوفوا. تزينوها بالخضره والدجاج والحمص وضفره فلفل حار وسلام.